الذكاء الاصطناعي بقى غريب وفي حته تانيه خالص، بنديله كلمتين بيدينا فيديو. بص شوف الفيديو ده كده. 2025. As we stand on the brink of a new era, current global trends set the stage for what might unfold. الفيديو ده كله بالذكاء الاصطناعي، ما بعملش اي حاجه غير ان انا اديله فكره الفيديو والموقع مجاني اقدر استخدمه في الربح. طب نكمل الشرح بعد الانترو. تنساش تعمل سبسكرايب. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم كويسين؟ هنتكلم مع بعض عن واحده من احد اهم ادوات الذكاء الاصطناعي اللي هتخليك تعمل فيديو كامل متكامل عن طريق اكتر من ايقونه. زي ان انت تديله الفكره بتاعت الفيديو، يعني تقول له مثلا اعمل لي فيديو. شو انا بقول له اعمل لي فيديو عن الربح من الانترنت، اعمل لي فيديو عن افكار 24، يعمل لي فيديو عن افكار 25. وكمان في ايقونات ثانيه زي ان هو يعمل لك الفيديو عن طريق السكريبت اللي انت بتديه له او عن طريق الفويس. كل ده افكار موجوده في الموقع، هنشوفها مع بعض. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت برايك وتابع الشرح كويس جدا. ولو عندك اي سؤال تحت في الكومنتات. اسجل في الموقع فوق خالص من على اليمين، اقدر اسجل من خلال حساب الايميل بتاعي زي ما انت شايف. اقدر اكمل زي ما انت شايف. دي واجهه الموقع. هبدا ادوس على كلمه كرييت فيديو. عندي اكتر من طريقه اقدر اعمل بيها فيديو، سواء هكتب له انا النص اللي انا عايزه، رابط مقاله مثلا وهو يطلع لي منها النص زي ما احنا عملنا في انفيديا اي اي، او لو انا هحول نص او احول صوت لفيديو، او لو عندي فكره. يعني ايه فكره يا عبد الرحمن؟ يعني اقول له مثلا اعمل لي فيديو عن الربح من الانترنت، اقول له اعمل لي فيديو مثلا عن احداث او توقعات 2025. تعالى نعملها. الموقع ده جميل جدا جدا اهو. اقول له مثلا زي ما انا هشتغل اهو، عمل او مثلا خلينا نكتب توقع احداث 2025 السياسيه. حلو قوي كده. وهدوس نسخ واروح على الموقع. طبعا عشان ده فكره هو هيطلع لي الفكره، بس انا بديله الفكره وادوس على كلمه جنريت فيديو. بس حرفيا في خطوه واحده تقدر تعمل الفيديو وتاخده تنشره على مواقع السوشيال ميديا، يوتيوب، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، تويتر، اللي انت عايزه. زي ما انت شايف هيبدا يعمل لي جنريت للفيديو بتاعي. بعد ما يخلص في كام خطوه بسيطه جدا هقول لك ازاي تعملهم. طلع لي الفيديو معايا اهو. لو جينا نشغل الفيديو، طبعا اللوجو ده انا هعرفك ازاي تشيله كمان دلوقتي من Welcome to a journey into the future, where we explore the potential major events of 2025. بس احنا هنعمل حاجه بسيطه جدا. نقول له احنا عايزين As we stand on the brink of a new era, current global trends set. ولكن انا اقول لا، جنريت ويز فري، يعني انا عايزه مجاني، مش عايز ادفع اي فلوس. هيبدا يعمل لي معالجه تاني للفيديو علشان اقدر انزل الفيديو مجاني، مفيش مشكله. هو بس هيبحث لي عن صور وفيديوهات تانيه ولكن مجانيه عشان ما ادفعش فلوس. زي ما انت شايف خلص معايا اهو. هو نفس الفيديو ولكن بس جاب لي صور تاني مجانيه. خلينا نشغل الفيديو. Welcome to a journey into the future, where we explore the potential major events of 2025. As we stand on the brink of a new era, current global trends set the stage for what might unfold. هيبدأ طبعا يحولني على الصفحة اللي هقدر اعمل من خلالها داونلود. حولني على الصفحة الخاصة بالفيديو. ونشيل اللوجو ده. ادوس على كلمة كات وابدا احدد الحتة بتاعة اللوجو اللي هي كده بالظبط، اللي هي لحد هنا. بص هتلاقيها لحد النقط دي كده. احددها، اسحب كده واقول له مارك تو كات وادوس كونفيرم. اسحب لي يا عم او قطع لي الحته دي، انا مش عايزها. مين اللي قال لك حط لي اللوجو؟ احنا ما شفتش كده الصراحه. بجد الموقع ده ممتاز جدا جدا جدا. انا لحد دلوقتي يعتبر ده ثالث موقع نشرحه على الذكاء الاصطناعي بيعمل لك فيديو مجاني في خطوه واحده. ادوس على كات تاني واروح على اخر حته في الفيديو اللي فيها اللوجو بتاعهم برده واسحب كده. هتلاقيها برده في تحت خالص اللي هي عند النقط. بص هتلاقيها هو محددها لك كمان. شكرا ان هو محددها لنا عشان ما نتعبش. نحدد بس كده ونسحب كمان كده اهو. هنسحب دي بقى ونجيبها عند ايه النقط بتاعتنا. حلو قوي. خلاص دوس على كلمه كونفيرم او مارك تو كات. كونفيرم كده. قطعت اللوجو بتاعهم من اول الفيديو واخر الفيديو. كده الفيديو بقى جاهز معايا من غير لوجو، من غير ما اعمل مونتاج، من غير ما اختار صور، من غير ما اتكلم. وعمل لي الفيديو اللي انا عايزه. اقدر اخده انشره على اي موقع انا عايزه. ودوست على كلمه تشغيل. يشتغل معايا من غير اي مشاكل. احترافي اقدر انزله على اي منصه انا عايزها بحقوقك انت. ازاي احمله؟ من الثلاث شرط اللي تحت هنا دول كده هدوس عليهم وادوس على كلمه داونلود. يبدا الفيديو ينزل معايا من غير اي مشاكل. وبكده نكون عرفنا واحده من اهم ادوات الذكاء الاصطناعي. بفكرك ان ده الفيديو الثالث اللي شرحنا فيه نفس الفكره، ان انت تعمل فيديو عن طريق الذكاء الاصطناعي. لايك وسبسكرايب وكومنت رايك. لو انت على اليوتيوب
او لو انت على الفيسبوك تعمل لايك للفيسبوك